تخيل معايا كده انك تقدر تدخل أوضة فيها مجموعة من الناس، وفي خلال دقايق قليلة تقدر توصف طبيعة العلاقات ما بينهم. مين مسيطر، مين مرتاح، مين متوتر، ومين مش حابب المكان. السؤال هنا، هل ده ذكاء خارق ولا مهارة قديمة موجودة جوانا؟ القدرة دي انك تقدر تحدد ميول الناس من خلال سلوكياتهم كانت هي نظام التواصل الأصلي قبل اللغة ما تتطور بالدرجة اللي احنا نعرفها دلوقتي. الإنسان كان بيلاحظ شكل الوقفة والحركات والمسافات، وبعدها بيقدر يكون صورة كاملة من غير كلمة واحدة. ومع تطور الزمن وسائل التواصل اتطورت، فمثلا قبل الراديو كان فيه الخطابات والجرايد، فكان السياسي اللي ما كانش بيعرف يتكلم كان مع التدريب على الكتابة كان بيقدر ينجح. أما مع ظهور الراديو فالفرصة بقت متاحة أكبر للي بيعرفوا يتكلموا كويس زي وينستون تشرشل. أما النهاردة السياسة ما بقتش كلامه بس، السياسة بقت مظهر وصورة. فمعظم السياسيين بقى ليهم مستشار لغة جسد. المستشار ده وظيفته انه يساعدهم ان هم يطلعوا قدام الناس بشكل مقبول ومريح ومقنع. والغريب ان رغم استخدام لغة الجسد عبر آلاف السنين الا انه ما تمش دراستها فعليا او بجدية الا في ستينات القرن الماضي. والناس ما سمعتش عن لغة الجسد أو معظمهم ما سمعش عن لغة الجسد إلا بعد ظهور كتاب بادي لانجويج سنة 1978. والغريب برضو إن معظم الناس لسه مؤمنة إن الكلام هو وسيلة التواصل الأساسية. في خمسينات القرن الماضي باحث اسمه ألبرت مهربيان توصل لنتائج صادمة، وهي إن تأثير الرسالة عبارة عن 7% كلام، 38% نبرة صوت، و55% لغة جسد. الكلام هو وسيلة نقل المعلومات، أما التأثير الحقيقي بيجي من اللي مش بيتقال. وفي آلاف المقابلات في مجال المبيعات واللي تم تحليلها في الثمانينات والتسعينات توصلوا إلى إن 60% ل 80% من التأثير بيكون في لغة الجسد، وإن هي دي نفس النسبة أو تقريبا دي نفس النسبة اللي بتدي الانطباع الأول عن الشخص في أول 4 دقايق أثناء إجراء مقابلة عمل. ومن هنا نقدر نستنتج إن التفاوض وجها لوجه مختلف تماما عن الكلام في التليفون. ليه؟ لأن الناس بتصدق اللي بتشوفه أكتر من اللي بتسمعه. فلغة الجسد هي انعكاس ظاهري للأفكار والمشاعر. فعلى سبيل المثال لو شخص حس إن وزنه زاد بيبتدي يمسك لغته، أما بالنسبة للمرأة بتلاقيها بتراعي ده في لبسها، ولو شخص خايف بتلاقيه يا إما بيضم إيده أو بيربعها. فأساس قراية لغة الجسد إنك تفهم الحالة العاطفية وتعرف الظروف المحيطة وإنك تسمع الكلام، وساعتها تقدر تفرق ما بين الحقيقة والخيال والأوهام. احنا كبشر مهووسين بالكلام وبإننا بنعرف نتكلم كويس، وده للأسف بيخلينا نصدق كلام يطلع بعد كده كذب. فعلى سبيل المثال رونالد ريجن، جاك شيراك، وبوب هوك كانوا بيستخدموا ايديهم في التعبير عن الحجم النسبي او التغير النسبي في الحجم للقضايا اللي موجودة في داخلهم. يعني مثلا بوب هوك، وده كان رئيس وزراء استراليا، لما كان بيدافع عن زيادة اجور السياسيين كان لما بيجي يتكلم عن الاجور بتاعت السياسيين كان بيباعد ايده مسافة متر. اما لما كان بيتكلم عن الاجور بتاعت مديرين الشركات فكان بيباعد ايده مسافة 30 سنتي. فالاحساس ده وصل الانعكاس الداخلي اللي كان بيعبر عنه بوب هوك، واللي كان في الاخر طلع عكس اللي بيقوله. في الفيديو الجاي هنعرف الفرق بين مخ المرأة ومخ الرجل في التواصل، وهنعرف ليه المرأة أدق ملاحظة من الرجل، وكمان هنعرف ليه الدجالين بيقدروا يقروا لغة الجسد بتاعتنا ويضحكوا علينا واحنا مصدقين. شكرا ليكم وبتمنى لكم لغة جسد قوية.